الرسمي انا تفضل. ثامر محمد باتصال بي، وخاصة كل يوم جمعة يكلمني ويهنيني على يوم الجمعة، وهذا كان لاعب عندي ناشئين في نادي الجزيرة. نعم. يكلمني يوم الجمعة، شو الأخبار كابتن، شو الأخبار ثامر، شفنا جديد ما أدري إيش. قال لي والله يا كابتن راهو نادي الأهلي اتصلوا بيا. ليش؟ قال لي إصابة سعد سرور. منو في النادي الأهلي قال؟ منو في النادي الأهلي؟ هو النادي الأهلي هذا. مين في النادي الأهلي عاد؟ ما قال. لا ما نعرف. ما عليه، انت قلت لي اللاعب اعترف، انا اقول لك لا اسمح لي. رسمي. انا على فكره دكتور صحيح. والله العظيم وربي الخبر صحيح ان الرجل هذا اقسم بالله مو هو مصدرنا نحن. لا والله ما قلت الحد. الحين اتفاجئ انه يقول كلمني ثامر. انا ابننا من داخل احد الانديه، يا هذا هقول لك صريح العباره. هنقول لك زاد ايش قال لي. تفضل. قال لي انا بصراحه سامحني يا تفضل. انا بصراحه قال لي نادي الاهلي لانه سعد سرور صيب، قال كوزمن اريد مدافع واذا في امكانيه جيبوا لي ثامر. ثامر هو بنفسه صارت عنده عدم ثقه لانه جابوا لاعب اجنبي مدافع في مكانه، فهو يحب يطلع. ايش يقول لي ثامر؟ يقول لي راهو الاداره نتاعنا يقولوا له تحب تمشي للنادي الاهلي يعطيونا اما ماجد حسن ولا احمد خليل ولا ما ادري صح. راهو الاداره نتاعنا يقولوا له تحب تمشي للنادي الاهلي يعطيونا اما ماجد حسن ولا احمد خليل ولا ما ادري صح. راهو الاداره نتاعنا يقولوا له تحب تمشي للنادي الاهلي يعطيونا اما ماجد حسن ولا احمد خليل ولا ما ادري صعبوها. طيب هذا كلام ثامر، ونوريك الموبايل نتاعي كل يوم جمعه. يعني اداره بنياس قالوا لي عطونا ماجد حسن ولا هذا ثامر يحكي لي في التليفون. كلموا لاعبهم يعني. الطريقه كيف كلموه ما نعرفش. يعني مين اداره بنياس عارفين شوي عادي يا دكتور الكلام دكتور سامحني ان اداره بنياس عارفين الموضوع.